جمعة مباركة عليكم، وربنا يسعد أيامكم ويصلح أحوالكم ويطمنكم على حالكم وعلى حبيبكم، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. طبعا يا حبايب كلكم عارفين ان الفراخ غالية نار دلوقتي ب80 و85 جنيه، ده الفراخ العادية. فاحنا يعني النهارده احنا طلبت معانا ناكل وراك، احنا جايبين وراك دلوقتي، فربنا يجعلها بألف هنا وشوف وألف هنا اللي ياكل. احنا دلوقتي بنطبخ فراخ، يا الله اعلم الايه اللي جايب مصر، هي ربنا يسترها علينا يا رب. الاسعار بتطلع ما بتنزلش، ربنا يسترها علينا. جاي رمضان بقى، ما حدش عالم الظروف هتبقى عامله ازاي ولا الدنيا هتبقى عامله ازاي فيه، ربنا يسترها علينا يا رب. يا ريت يا جماعه اول مره يشوف قناتي يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان ان شاء الله يستر مني كل جديد بامر الله. وما تنسوش اللايك يا جماعه، ما تنسوش اللايك، والله اللايك مش بيعمل اي حاجه، بل بالعكس بيحسن من رفع الفيديو، ففضلا وليس امرا ما تنسوش اللايك يا جماعه. طيب دلوقتي زي ما قلت لكم قبل ما نبدا كلامنا، نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واذكروا الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انا جبت الفراخ بتاعتي، نضفتها وروقت عليها بعد ما كانت من عند الفارج، روقت عليها طبعا ترويقه ست البيت. تمام. حطيت شويه دقيق، حطيت اللهم صل على سيدنا محمد، ليمونتين كبار حلوين، شويه ملح، شويه خل، شويه جنزبيل. الجنزبيل يأمن عشان بيحوش زفارة الفراخ. عامه هو الجنزبيل صحي، مفيش منه اي مشكله، صحي وجميل. كل الحاجات اللي احنا حطيناها صحيه، حاجات موجوده في البيت، ملح، ليمون، خل، جنزبيل. تمام. خلاص كده بقى غسلتهم كويس ونقعتهم بالحاجات الجميله دي والدقيق، وسبتهم مع بعض كده. هسيبهم شويه في المحلول بتاعهم دوت، واروح اعمل اي حاجه تانية. انا كنت بره بجيب التموين، والله ما قلعت العبايه اللي كنت لابساها، فقلت يلا صور مش مشكله، لان النهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم، فتبقى يوم الجمعه ده يوم قصير جدا وبيجري بسرعه. فرحت جبت التموين كده، كان قبل الصلاه الكلام ده تقريبا بنص ساعه قبل صلاه الجمعه، وقلت بقى الحق بسرعه اعمل الاكل بتاعنا كده اوام، لان يوم الجمعه ده بالذات الناس كلها بتحب يعني كل الناس قاعده كده مثلا مريحه يوم الجمعه، بتحب ايه؟ نتغدى بعد الصلاه يعني. البصل ده بقى ما وصفلكوش عمل فيا ايه، البصل ده حر نار، خلاني بقى قعدت اعيط كده وعينيا سالت بقى. طيب انا جيت بشرت بصلتين كبار حلوين، ده للبطاطس. ده هعمل صينيه بطاطس حلوه كده ان شاء الله معاكم، بس صينيه بطاطس من ايه بقى، من اللي هم بسم الله ما شاء الله نمره واحد يعني. طيب بشرت بصلتين كبار حلوين، حطيت عليهم معلقه كمون على كزبره ناشفه، معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا، شويه ملح، شويه 7 بهارات صغننين كده، قيمه نص معلقه دول اللي كانوا عندي اخر حاجه يعني. تمام. قلبتهم كويس في البصله، وبعد ما قلبتهم كويس في البصله كان عندي قرن سبايسي كده ما شاء الله. عشان صينيه البطاطس دي انا بحبها حاميه شويه، بتكون حاميه يبقى لها طعم تاني كده، وما بتكون مش حاميه بصراحه بتبقى بارده كده ومش حلوه، فما بحبهاش تبقى ايه، تبقى بارده كده وميعه كده من الاخر يعني. فالقرن السبايسي ده بيديلها طعم حلو، وبيديلها حمو برده حلو يعني، تبقى حاميه شويه بس مش قوي يعني. والله انا اضطريت برده احط لها شويه شطه بسيطين، لان الشطه اللي عندي مش حاميه قوي، فاضطريت احط لها شويه شطه بسيطين مع قرن السبايسي ده. المهم تاكلي صينيه بطاطس فاخر من الاخر. طيب حطيت فيها قرن فلفل اخضر كده زي ما انتم شايفين، مع السبايسي، مع معلقه توم كبيره كده ما شاء الله اللهم بارك يعني. قلبت كل الحاجات الحلوه بتاعتي مع بعضها كده، وهنزل بالبطاطس واقلبها برده تقليبه حلوه. تمام. كل ده ولسه بقى ايه، سايبه الفراخ بتاعتي في المحلول بتاعها تخرج كل الحاجات اللي في قلبها، وتبقى حاجه، تبقى فراخ كده نظيفه وجميله. حتى تيجي تشربي الشوربه بتاعتها تلاقي شربتها نظيفه وحلوه، يجيلك نفس تشربي شويه شوربه حلوين. طيب نزلت بمعلقتين زيت. تمام. صينيه البطاطس زيت عايزه تتكلف شويه، معلقه سمنه، ايا كان سمنه عندك بقى، سمنه بلدي، سمنه نباتات، المهم اللي موجوده عندك ايه يقلب. انا نزلت شويه زيت وشويه سمنه وقلبتهم كويس، شغاله شفاط يا منى، وقلبتهم كويس في البطاطس. تمام كده.
تمام كده. طبعا وبعدين نزلت بشفشق الطماطم بتاعي. الطماطم بتاعتي كنت انا ضربها في الخلاطه اهي زي ما انتم شايفين، ونزلت بالطماطم بتاعتي عليه. طبعا كل ده والبصل بقى بصراحه كان عميلي، مش شايفه من البصل بقى، عمال اعيط بقى ومش شايفه من البصل. فالبصل كان عامل عمايله معايا بصراحه يعني. منى بنتي واقفه تصورني وكانت واقفه تضحك وتقلس عليا اول ان انا ان البصل عامل فيا كده يعني. طيب انا جيت عملت ايه، حطيت شويه سكر بسيطين صغيرين خالص، قيمه ربع معلقه الشاي كده سكر، بتحش حموضه طماطم. وبصوا انا بحب عامه احط السكر في كل الاكلات بتاعتي، لها فايده كبيره بصراحه يعني ما شاء الله. بتحش حموضه طماطم عامه وتخلي الاكل متوازن كده وحلو، اللهم بارك يعني. خلاص كده صينيه البطاطس بتاعتي بسم الله ما شاء الله اكتفت بقى فيها كل حاجتها يعني، بصلها وتومها وزيتها وسمنتها وفلافلها والبطاطس نفسها والقرن السبايسي وشويه شطه الحلوين وكده. خلاص غطيت عليها وسبتها مع نفسها بقى تغلي لها غلوه وبعدين احطها في الفرن. طيب نروح بقى للفراخ. قطعت بصلايه كبيره كده حلوه زي ما انتم شايفين، حطيت على شويه فلفل اسمر وريحه كمون. انا باكد تاني على فكره انا بحب الكمون يا جماعه في الشوربه. في ناس تقول لك ازاي كمون في الشوربه، ازاي يعني؟ اقول لك كمون حلو قوي وبيحوش زفاره الفراخ وبيدي الشوربه طعم حلو وجميل جدا على فكره يعني. انا بحب يعني حطيت نص معلقه كمون صغيره، نص معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، 3 4 فص حبهان، حبيتين كبابه صيني، الفخشه، 3 4 ورقات لوري وشويه الملح. خلاص كده قلبتهم بقى كده، اقلبهم مع بعض كده واروح نازله بالوراك بتاعتي او بالفراخ بتاعتي عليه اهي. شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله تبارك الله متنضفه وزي الفل، شكلها يفتح النفس. بصوا حاجه كده اللهم بارك زي العسل، حتى لو الوراك بتاعتي صغيره بس بسم الله ما شاء الله مغسوله كويس ومتوضبه كويس وزي الفل، اللهم بارك يعني. كان عندي طماطميه طبعا السكينه بقى مع منى واخده السكينه بتقشر بيها ايه مع لوجي، بتقشر بقى انا نسايه ايه في بيبي محمد، فقلت بقى مش مشكله اقطعها بايدي وخلاص. شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك زي العسل، نظيفه وجميله وزي الفل. بص بقى على الغسيل ده والمحلول الجميل ده ما شاء الله، تشربي شويه شوربه زي العسل كده مش بعيش منه. طيب هعمل بقى الرز. نزلت بمعلقه سمنه ومعليها معلقه زبده ومعلقتين زيت. شايفين معلقتين زيت، معلقه سمنه ومعلقه زبده، عشان اعمل شويه رز بشعريه عسل كده فخر من الاخر. لو كلتيهم من غير حاجه جنبهم تلاقوهم زي العسل ما شاء الله اللهم بارك، طعمين وحلوين وريحتهم حلوه. شايفين صينيه البطاطس بسم الله ما شاء الله تبارك الله غير تبقى شكلها حلو ازاي، ما اوصفلكوش بقى ريحتها كانت عامله ازاي. والفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله برده بتنشف اهي، بحب انشفها كويس قبل ما ازود لها الميه بتاعتها. انا كنت سلقتها معاكم، كنت غليت الميه قبل كده وسقطت فيها الفراخ. وبرده في تلك الحالتين بتبقى جميله. اهم حاجه في فكره الفراخ ان انت لازم تغسلها كويس وتنقعها كويس بحيث انها تبقى نظيفه وتخرج كل الزفاره واي ميه او اي سوائل وحشه فيها. ده اهم ميزه فعلا في الفراخ، سواء سلقتيها في الميه بالحاجات بتاعتها اللي هي البصل والطماطم والفلافل او سواء نشفتيها زي ما انا بنشفها دلوقتي كده. انا عملتها معاكم بالطريقتين بتبقى ما شاء الله حاجه اللهم بارك زي العسل، شربتها جميله وطعمها جميله وريحتها حلوه. بصراحه الواحد بيستخسر يرمي منها اي حاجه، اعمل منها اي خضار او اي للمحاشي لاي حاجه بتعملي ايه بالشوربه بتاعتك، لان شوربه نضيفه ما شاء الله اللهم بارك. طيب جبت شويه الشعريه بتوعي شوحتهم كده. الحلل بتاعتنا صغنونه لان احنا بصراحه يعني مش بنهرس قوي في الاكل ولا حاجه يعني. فكيس الشعريه ده ممكن يعمل رز بشعريه كده 3 4 مرات يعني عادي. شايف ان الشعريه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والرز بتاعنا غسلته ونضفته كويس وصفته من الميه علشان اقلبه على الشعريه، اقلبه في الشعريه كويس. تمام. الرز كان كتير فلا هم مغسولين على انهم في التلاجة مش هيحصل لهم حاجه، بس عشان خاطر ما كترش الرز على الشعريه، يعني ما كترش الرز اكتر عن الشعريه يعني. تمام. فانا سبت شويه الرز الباقيين دول هحطهم في التلاجة لما بكره ان شاء الله برضو نعمل عليهم شويه شعريه برضو او اي حاجه تانية ونطبخهم عادي. شايفين الرز والشعريه بسم الله ما شاء الله تبارك الله شكلهم عامل ازاي، جميل اللهم بارك، حاجه كده زي العسل. لا كترت الرز ولا قللت الشعريه، كده ما شاء الله متوازنين مع بعض وشكلهم جميل وطعمهم احلى منهم اللهم بارك.
شوفي بقى ان السمنه مع الزبده مع الزيت، شايفين الايدام بتاعنا طالع على وش الرز عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما تلاقيش حبايه رز ماسكه في اختها. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تلاقيش بقى زي ما قلت لك حبايه رز ماسكه، تلاقي كل الرز بقى مفرفر كده ما شاء الله اللهم بارك، وزي العسل كده. طيب انا هلم بقى الرز المتبقي معايا في طبق وهعينه في التلاجة. مش فاكره صراحه منى كانت بتكلمنا عن ايه وانا نسيت. فالمفروض بقى بعد كده ايه يعني اصور لكم بدون مونتاج عشان تسمعوا وتضحكوا على كلام منى وعلى حركاتها هي بصراحه. ان كانت هي ولا الوجع عاملين زي الضراير بصراحه يعني. ففي تلك الحالتين انا المستفاده، يعني مستفاده ان انا بضحك عليهم عامه يعني، وبسالوني لغايه لما اخلص التصوير او الاكل بتاعي. شايفه البطاطس بسم الله ما شاء الله تبارك الله، هي خلاص كده يعتبر اتسبكت اهي، غليت غلوه حلوه. هحطها دلوقتي بقى في الفرن وافرجها لكم بعد كده. طبعا انا عبال ما الرز بتاعي ينشف وعبال ما البطاطس بتاعي تتحمر في الفرن والفراخ تستوي، يكون انا ايه شطفت الطبقين والشفشه الخلاط اللي معايا في الحوض، بحيث ان دايما تبقى دايما المطبخ رايق ونضيف حواليا. يا ريت يا جماعه فضلا وليس امرا ما تحرموش من لايكاتكم، زي ما قلت لكم لايكاتكم بترفع من مستوى الفيديو، بتخلي الفيديو يتشاف. فيا ريت ما تحرموناش من اللايك، لان فعلا والله القناه فعلا انا تعبت عليها كتير، ولغايه دلوقتي فعلا مشاهدتها مش حلوه خالص يعني. يعني عندي ما شاء الله اللهم بارك 1630 مشترك صراحه، وما بلاقيش في الفيديو نصهم بالظبط يعني يكون عندي مشاهدات. فده في حد ذاته يعني حاجه صعبه قوي بصراحه يعني. اسمن نصين والله العظيم، اسمن نصين فعلا. فالحمد لله على كل حال، وقدر الله ما شاء فعل. فبالله عليكم يا جماعه اخلصوا في المشاهده، ما تتخطوش الاعلان، حاولوا تفعلوا الجرس علشان ان شاء الله ما انزل فيديوهات يوصلكم منها كل جديد بامر الله. زي ما قلت لكم طبعا طول ما انت واقفه في المطبخ بقى ست البيت الريت تبقى الشاطره كده، المدبره النظيفه دايما تبقى واقفه في مطبخها مملكتها. المطبخ ده مملكتك بقى، تبقي واقفه ايدك دايما فيه، دايما ايدك في المطبخ يعني. خلصت وعاء اشطفيها، خلصت في طبق تشطفيه، خلصت في حله تشطفيها، بحيث ان تبقى دايما مطبخك كده نضيف. شايفين الرز بقى شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. شايفين الشعريه وشايفين شكل الرز؟ صراحه حتى لو ما جنبهوش غاموس هتاكليه حاف. رز مفرفر وجميل ومستوي وشكله حلو، لان انا غلفت الرز بتاعي بالشعريه بالسمنه والزيت اللي انا عملته. خلاص كده الرز خلص ما شاء الله تبارك الله وتفات عنه. وهوريكم بقى معايا، هغسل بس الحوض الاول كده، انا خلصت الحوض، وبعدين اوريكم صينيه البطاطس في الفرن. انا فعلا زي ما قلت لكم ان والله اول ما جيت من بره على طول دخلت عشان هعمل الاكل، لان زي ما قلت لكم يوم الجمعه ده يوم ضيق جدا. اليوم بسم الله الرحمن الرحيم بيعدي بسرعه يعني. احنا عبال ما بنقوم يوم الجمعه وبنفطر ونفطر يا دوب نفطر وتلاقي الصلاه بدأ يشتغل، يعني بدأت الخطبه تشتغل او قرآن الجمعه يشتغل. فيا دوب عبال ما هتجهزي بقى وهتطبخوا كلام من ده بتكون الساعه بقت معاكي 2، يا دوب قوام بقى 2 ونص بالكتير 3 بتكون حاطه الاكل واكل. لوجي جايبه لي تفاحه اغسلها لها فانا بقول لها اقطع لك بالسكينه، بتقول لي انا عاوزاها زي ما هي كده بعنقودها، يعني عاوزاها بعنقودها. خلاص انا غسلت الحوض بتاعي وروقته عشان تحت الصفيه كان مركون برضو حاجات من تصاف الحوض. فخلاص شلتها كده وغسلت مكانها ووضبت مكانها وبقت الدنيا زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هروح دلوقتي طبعا النهارده الجمعه يا جماعه، ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالذات يوم الجمعه حاولوا تصلوا على النبي كتير 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 جدا يعني. لان فعلا دي من الصلاه على حبيب النبي دي اللي بتفتح لنا ابواب الرزق والسعد والفرج باذن الله باذن الله يعني ان شاء الله. طيب هنعمل ايه تاني؟ الحاله دي طبعا كان محمد ابني كنت انا عامله فيها اكل يوم ما كنت رايحه اسكندريه واول امبارح، وحرقها يعني كان بيسخن وحرقها. فانا والله نقعها كده. شايفين سلطه البطاطس بسم الله ما شاء الله شكلها اقسم بالله كهرمان، شكلها تحفه بصراحه اللهم بارك يعني. انا مش بحب اكتر فيها الطماطم قوي، بحب صينيه البطاطس بتاعتي بالذات ما يكونش فيها طماطم كتير، بس اهم حاجه عندي بهتم بيها قوي في البصل.
شايفه بقى الشوربه، شايفه الشوربه بسم الله ما شاء الله تبارك الله شكلها عامل ازاي. بصوا بقى الشوربه دي كريستال، تحسي ان عليها سمنه بلدي بقى بسم الله ما شاء الله. شايفه الشوربه، شكل الشوربه اصلا ما شاء الله يفتح النفس، شكلها كده اللهم بارك يفتح النفس. طبعا في ورق اللوري والحبهان والكباب الصيني والفلفل الاسمر وشويه الكمون الحلوين اللهم بارك. ونص كوبايه، نص معلقه سبع بهارات. شايفين شكل الشوربه عامل ازاي. شد الفتله يا منى التانية عكسها عشان كده مروحه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفه شكل الشوربه، والله العظيم تستخسري اصلا ترمي منها اي حاجه. جميله ونظيفه وشكلها حلو وريحتها تحفه، الله اكبر تبارك الله يعني. نشرب اللي نشربه منها والباقي هنعينه في الفريزر طبعا، يبقى موجود عندنا لاي حاجه. شويه ملوخيه شغال، شويه محشي ما يضرش، شويه خضار مش هتقول لا كده يعني، في اي حاجه معانا شغاله ان شاء الله. طيب انا ولعت البوتاجاز كده عشان احط الفراخ هحمرها. هم عاوزين باين، قلت احمرها في الفرن كده بصلصه وكلام من ده، قال لك لا حمروها لنا بزيت، يعني نحمرها، عاوزين ياكلوها متحمره مقرمشه كده على البوتاجاز بزيت بس من غير اي حاجه عليه. فخلاص انا دلوقتي بقى سخنت الزيت اهو عندي منة بتخاف من طرطش الزيت قوي يعني، فانا بوريها ازاي اتعامل من غير الزيت ما يطرطش عليا ولا حاجه. وبعدين كانت المقليه بتاعتي صغيره اصلا، الطاسه بتاعتي كانت صغيره اصلا، فمش مشكله. عاوزه اجيب واحده كبيره لان كان عندي واحده كبيره وباظت من زمان يعني، فانا عاوزه اجيب فعلا طاسه كبيره لان ما عنديش الا الطاسه دي وطاسه اصغر منها شويه. شايفين بقى صينيه البطاطس بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انا عامه بحب احمر صينيه البطاطس شويه، بحب احمرها قوي يعني، احس انا متحمره قوي كده يعني، لكن يلا هي كده جميله ما شاء الله. الانبوبه كانت عاملها معانا بصراحه. لوجي كانت في السوبر ماركت بتجيب لنا ملح، وجايه من بره جايبه لي ورد من الجنينه اللي جنبنا، شايفينها جايبه بركبه على ركابها بركبها على ركابها وجايبه لي الورد من الجنينه، فما تحرمش منها يا رب، يبارك فيها ويسعدها هي واولادكم واخواتها والمسلمين يا رب اللهم امين، وبارك فيهم واحفظهم من كل شر يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انا خلاص خلصت الرز بشعريه بتاع الجميل، اكله بسيطه وما خدتش وقت. اللهم بارك يعني، الحمد لله والشكر لله. مش هقول لكم احنا بنعمل كام صنف، لكن يعني عملنا صنفين حلوين قوي قوي، ابرك من 10. بس بسم الله ما شاء الله حاجه نظيفه وجميله وتتاكل، بالذات في الايام الغلا الصعب قوي قوي دي. احنا يمكن كانت الدنيا الاول كانت مريحه شويه والحمد لله كان فيه فلوس وكان فيه وكانت الحاجه مش غاليه وكنا بنعمل كام صنف. النهارده طبعا انتوا عارفين الدنيا صعبه يا جماعه. ادي صينيه بطاطس زي العسل اللهم بارك، حبه شوربه كريستال بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شويه رز بالشعريه زي العسل. الفراخ اتحمرت وبقت جميله جميله جدا، معلاش اي حاجه خالص اكتر من انها اتحمرت في زيته بس. بألف هنا وشفا للي يشوف، وألف هنا وشفا للي ياكل. اشوفكم في فيديو جديد ومع ألف سلامة.